مساء الخير لأحلى متابعين بكل الدنيا. اليوم رح نعمل مع بعض أكلة كتير مفيدة واقتصادية، أكلة فاصوليا بالزيت. بصراحة كلها فوائد، بعيدا عن اللحوم، بعيدا عن الدجاج. أكلة كتير طيبة ورح تحبيها وتدعي لي. ولو كنت أول مرة تفوتي على صفحتي يا ريت تعملي لايك واشتراك. ما بتعرفوا اللايك قد ايه بيفيدني، وشكرا لكم. طبختنا مؤلفة من فاصوليا، بندورة، زيت زيتون، ثوم، كزبرة. كتير كتير فيها فوائد، وب10 دقايق بتقدري تحضري أطيب أكلة فاصوليا. أنا عندي هون كيلو فاصوليا، مقطعته شرايح ومقطعته صغير صغير هيك، شايفين كيف، ومغسول وجاهز. عندي هون راس ثوم مهروس ومدقوق تمام، وعندي كاسة زيت زيتون. زيت الزيتون بصراحة عنصر أساسي بهالطبخة. رح شوح التومات تشويحة صغيرة من غير ما ياخدوا لون، بس لحتى الزيت يشرب طعمة التوم. تمام تمام. وهلأ رح نزل الفاصوليا فوقه، بشوحها تشويحتين صغار، يعني دقيقتين تقريبا، وبخليها لحتى تدبل بدون ما أضيف عليها أي شيء. وهي هون بعد ما دبلت الطبخة بدي نزل عليه كمان راس ثوم مقطع تقطيع. بصراحة أنا بحب هاي الخطوة اختيارية، بس عن جد عن جد بتاخد الطبخة بمكان تاني. وعندي هون نص كيلو بندورة مقشر ومقطع مربعات كمان ضيف عليه. وطبختنا ما بتحتاج أكتر من ملح وفلفل فقط لا غير. بقلبهم مع بعض ورح غطيهم، قلت لكم على النار ربع ساعة تقريبا، وهي طبختنا صارت جاهزة. بعد ما بتستوي الطبخة أنا قطعت هون الكزبرة وحطيت نصهم بقلبها ونصهم على وشها. بتقدري تاكلي جنبها نعناع، فلفل أخضر، بندورة مقطعة، أي شيء. هي شغلة اختيارية، وعن جد عن جد الريحة ما بقدر أوصف لك، والطعمة خرافية وكتير مفيدة. يعني فيكي ب10 دقايق تحضريها. طبختنا اقتصادية، وإذا كنتي هالوصفات حبيتيها فوتي على صفحتي وتابعيها. أنا مطبخ دلال، كل شي حتلاقي فيها.